تخيل نفسك انك في مدينة كاملة ساحلية لوحدك. هنا مش هتسمع غير صوت المية والمراكب والهدوء. مرسى علم مدينة مش كل المصريين يعرفوا عنها حاجة، وعن أهلها العبابدة السكان الأصليين لمدينة مرسى علم. طبعا ما ينفعش تيجي مرسى علم من غير ما تجرب الجبنة، القهوة الرسمية هنا لأهل مرسى علم. قهوة هنا هم اللي بيحمصوها واللي بيحطوا عليها جنزبيل، ليهم طريقة خاصة بيعملوا بيها القهوة بتاعتهم. دي بيطلق عليها ايه؟ الجبنه. دي الجبنة. دي جبنه. بس كبن لا، احنا البن ده بيجينا عن طريق الشلتين اللي هو ده. شايف نوع البن ده؟ من نوع البن ده. البن ده حبايته كبيرة. ده يمني. ده بن يمني او برازيلي، حاجة زي كده، بيجينا عن طريق الشلتين. نفس الكلام. ده احنا ما بنستعملهوش. ده مش اللي هو يعني، مش اللي هو بيظبط دماغنا بمعنى صح يعني. ايوه. بتاع العرب، بتاع العباب ده. عليكم السلام. زي كده. طريقة الدقة. حاضر. بيبقى بالشكل ده. ده الفلتر بتاع البن عشان الحبيبات ما تنزلش. ده الفلتر ده بتاع شجر النخل. شجر النخل. الليف بتاع النخل. ودي شجرة المانجروف. الشجرة دي مش موجودة غير في مكانين بس على مستوى العالم، واحدة منهم موجودين هنا في مرسى علم. الشجرة دي بتسحب المية المالحة وتطلع مية عذبة تقدر الجمال والحيوانات إن هي تشرب منها. الطبيعة الخلابة في مرسى علم بيخليها بتمتلك أندر المحميات الطبيعية في العالم، زي محمية وادي الجمال، واللي تقدر تشوف فيها شجر المانجروف، الشجر الأندر في العالم، واللي موجود بس في الغابات الاستوائية، ويعتبر موطن أساسي للطيور المهاجرة. نقاء المية ولونها الأزرق الفاتح
بيخليها من أهم الوجهات السياحية في العالم لعشاق الغطس واستكشاف الحياة البحرية. موضوع كتير صعب. هنا مش هتسمع غير صوت المية والمراكب ونسيم البحر. تخيل انك في واحد من اجمل 7 شواطئ موجودين في العالم، شاطئ ابو دباب. شاطئ ابو دباب هو يعتبر واحد من اجمل الشواطئ اللي موجوده في مصر، ويعتبر 7 افضل شاطئ موجود على مستوى العالم للسنوركلينج. السباحة في مرسى علم هو من أمتع التجارب اللي ممكن تاخدها في حياتك، لأنك هتشوف كائنات بحرية صعب إنك تشوفها في أماكن تانية في العالم.